من كام ساعة كده بس انتشر خبر عن خطوبة رجل الأعمال باسل سماقية، وده بعد ما نزل صورة ليه هو وخطيبته على انستجرام، والناس كلها باركولهم في الكومنتات. كتير يعرف ان باسل سماقية هو مؤسس وصاحب شركة قطونيل، لكن مش كتير يعرف حجم ثروته ولا أملاكه. علشان كده لو عايز تعرف كل حاجة عن رجل الأعمال باسل سماقية خليك معايا في الفيديو ده. مالك مصانع قطونيل خطب فجأة ونزل صورة ليه وهو وخطيبته وكتب عليها انجيجمنت، والمباركات ما خلصتش ومكملة لحد دلوقتي. باسل سماقية أصله سوري من حلب، اتولد سنة 1971. الراجل ده بدأ من الصفر، ومن صغره وهو شايف أبوه بيشتغل في مجال الغزل والنسيج في سوريا، وباسل ورث المهنة دي عن أبوه، بس ما اكتفاش بكده، ومن وقتها بدأت بذرة الشغف تنمو جواه لحد ما قرر ينقل شغله على لبنان، وبعدها على مصر في الثمانينات هو والعيلة كلها. وهنا بدأت الحدوتة الحقيقية. باسل مستناش حد يديله فرصة، قرر يخلق الفرصة بنفسه، وكانت البداية مع شركة قطونيل. وقطونيل ما كانتش مجرد شركة، دي كانت حلم كبير وفضل يكبر لحد ما بقى واقع. الشركة بدأت صغيرة، بس بفضل شغف وذكاء باسل بقت من أكبر الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الراجل موقفش عند حد معين، قرر ياخد خطوة جريئة ويدخل بورصة ناسداك في أمريكا، وبكده قطونيل بقت واحدة من أكبر الشركات العربية المدرجة في أمريكا، وبقى معاه فلوس قد كده، مليارات يا عم. بس باسل مش مجرد رجل أعمال ناجح، ده كمان أب حنين، علشان قصة خطوبة بنته ملك كانت حديث الناس كلها من حوالي شهر كده، اللي وقتها اتعملت في قصر في القطامية هايتس، والدنيا كانت مولعة والكاميرات بتلمع. أصل دي ما كانتش أي خطوبة، دي خطوبة بنت رجل الأعمال باسل سماقية. حفل الخطوبة كان زي الأفلام بالظبط، قصر فخم، نجوم كبار زي نانسي عجرم وروبي، وكل حاجة على أعلى مستوى. وباسل كان واقف الابتسامة مالية وشه، والناس كلها بتبارك له. وطالما جبنا سيرة قصر باسم سماقية يبقى خليني أحكي لكم عنه شوية. باسل عنده قصر، بس مش أي قصر، ده قصر بمليارات الدولارات، كل حاجة فيه على أعلى مستوى. تخيلوا بقى، القصر ده كبير قوي لدرجة ان باسل عمل فيه سلالم متحركة بدل السلالم العادية، وكمان الشاشات اللي جواه زي شاشات السينما بالظبط، تحسوا كده تحفة معمارية. وبالرغم من ان اصله سوري، لكن باسل بيحب مصر جدا، وهو وبنته ملك وحصلوا على الجنسية المصرية وبقوا مصريين رسمي زينا بالظبط. وخلينا اقولك ان صعب نعرف ثروة باسم سماقية قد ايه بالظبط، بس هي بمليارات الدولارات، وده لأسباب كتيرة قوي، زي مثلا ان شركة قطونيل من اكبر الشركات في مجالها في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وليها إيرادات سنوية ضخمة. ده غير إن سماقية عنده استثمارات تانية كتير في قطاعات كتير زي العقارات والسياحة، اللي طبعا بتدخله فلوس ملهاش أول من آخر. وعنده كمان عقارات كتير جوه مصر وبراها، وعنده ثروة بمليارات الدولارات. وعيلته أصلا كانت عيلة كبيرة وغنية في سوريا قبل ما يجوا على مصر. يعني بكده نقدر نقول إن باسل سماقية من أغنى رجال الأعمال في العالم العربي. بس الأهم من الفلوس إن باسل بقى رمز للنجاح والتفوق في عالم الأعمال. في النهاية باسل سماقية مش مجرد اسم، ده نموذج لرجل الأعمال الناجح اللي عرف يحول التحديات لفرص والأحلام لواقع. ومين عارف، يمكن يكون بينا دلوقتي باسل سماقية جديد، مستني بس الفرصة علشان يبدأ رحلته.